يلا بينا نعمل مع بعض عشاء او فطور خفيف. معانا هنا بصلايه صغيره متقطعه قطع صغيره بالشكل ده، وهنا طماطم وفلفل متقطعين صغير كده، وهنحتاج زيتون شرايح، وهنا البيض بتاعنا ايا كان الكميه، انا حاطه 5 بيضات وعليهم ملح وفلفل وبابريكا ورشه بهارات بس كده. هنقلب البيض وندوبه كده مع بعضه. هندوب البيض كده بالشكل ده، كده نضربه بالشكل ده. معايا طاسة على النار، يفضل تكون طاسة حوافها رفيعة ملهاش حواف، ومعانا معلقة سمنة او زبدة هندهن بيها الطاسة كلها بالشكل ده بس كده. وننزل بقى بالبصل معانا في الاول، هننزل بالبصل وهنسيبه يتشوح تشويحة كده ويدبل معانا. بعدين هقول لكم هنعمل ايه. ممكن تستغنوا عن البصل براحتكم خالص. البصل دبل معايا بالشكل ده، هنزل عليه بقى بالطماطم والفلفل اهو. يعني ممكن ما احتاجش الكميه كلها. ومعانا كمان الزيتون، ونقلبه ونسيب الطماطم مع البصل كده يتبلوا شويه مع الزيتون. بعدين هننزل بالبيض بتاعنا بس كده، هسيبهم شويه كده. بعدين هنزل معاكم بالبيض بعد ما يتبلوا شويه بس كده. حابين تحطوا مثلا شرايح لانشون، شرايح جبنه، بتبقى لذيذه جدا برضو. ادي البصل والطماطم دبلوا معايا بالشكل ده. انا نقصت نص الكميه عشان انا هعمله على مرتين، عشان انا بحب طبقه البيض تبقى رقيقه اهو. هنزل بنص كميه اهو بالشكل ده، وهقلبها مع الطماطم والبصل وافردها على كل الجريلا بتاعتي. بعد ما اقلبها كويس هقوم افردها على الجريلا بتاعتي بس كده، واوطي النار شويه عشان تستوي معايا. هفردها كويس وبعدين هرجع لكم اوريها. شكله اهو كده خلاص. هطفي عليه النار. انا بحبه ايه، جوسي سنه مش ناشف قوي عشان يبقى طعمه لذيذ جدا جدا. هحطه في الطبق واوريكم شكله. وادي شكل البيض اهو. مع ده طبق العشاء بتاعي اهو، مع جبنه مع خيار مع خس. وجبه متكامله ومشبعه وجميله جدا جدا. جربوها وقولوا لي رايكم. اشوفكم على خير. باي باي.